السلام عليكم. شايفين بقى الجمال والطعامة والحلاوة؟ المحشي. هنجيب بصلتين كبار، هصفرهم على النار، هحط معاهم كوباية زيت ومعلقة سمنة. هسيب البصلة تصفر وتطلع ريحتها كده، وانزل عليها بكيلو طماطم معصورة في الخلاط ومعلقة صلصة. ما ينفعش صلصة بس، لان الطماطم بسيبها تتسبك مع البصل، فبتطلع حلاوة البصل، يديلها طعم حلو. طيب هحط معلقة صغيرة سكر ومعلقة كبيرة ملح. هستخدم للمقادير دي ربطتين كزبرة وربطة شبت. هحط البهارات بتاعتي، معلقتين كمون ومعلقة فلفل صغيرة ومعلقة كزبرة كبيرة ونص معلقة شطة، على حسب يعني حبكم للحراق. بس الشطة بتحلي الأكل، حتى لو مش هنحط كتير، بس نحط يعني حاجة بسيطة. هنصفي الرز وننزله. بصوا بقى، الخلطة دي جميلة هتحبوها قوي. بستخدمها في محشي ورق العنب والبتنجان والكوسة والكرنب. هنا بقى كنت بلف الكرنب، قطعته طبعا وسلقت الكرنبة. هبقى اعمل لكم فيديو. انا بشوف ناس الصراحة بتصعب عليا وهي بتقطع الكرنبة وهي بتسلقها، بحس ان هما بيفرضوا نفسهم. يعني انا بحب احشي الصابع صغير، يعني الصابع ده بالنسبة لي كبير. طبعا تسوية المحشي بتفرق جدا، ممكن اعمله حلو واسويه بطريقة غلط. يعني انا هحط المية لاخر صابع او الشوربة، واهز الحلة كويس جدا. النار لازم تكون في الاول نار عاليه، بس ما تطلعش على الحله، يا دوبك على ارضيه الحله. ما اجيبش عين عاليه قوي قوي وانا حاطه حله صغيره زي اللي انا عاملاه. واول ما يغلي معايا ههدي النار شويه، تكون متوسطه، وهضيره. احاول الف الحله كده، وبعدين اسيبه على نار هاديه خالص لمده 10 دقايق لحد ما يستوي ويبقى تمام وزي الفل. بجد يعني قولوا له رأيكم ودعموني بلايك. عايزة رأيكم يعني، ولو عايزين فيديو حاجة معينة قولوا لي وانا انزله لكم. مع السلامة.